السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتأخرنا عليكم يا جماعة، التليفون بتاعنا رحنا عملنا له سوفت وير ما اشتغلش كده. المهم القناة بتاعتنا ضاعت والحمد لله رجعناها النهارده بأعجوبة، فقلنا نعمل بقى ديك رومي قدامكم. معانا هنا يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم ديك رومي غسلينه كويس ونقعناه في الدقيق والخل يا بنات. غسلناه حلو بما يرضي الله، يعني الحمد لله رب العالمين. ومعانا هنا جزر وبصل وطماطم متقطعه صغيره كده. عصرنا هنا برتقان، دول 3 برتقانات يا جماعه اتعصروا كده. الحاجه غاليه نار، الجزر ب 30 جنيه بيقولوا لي، والبصل ب 35، والبرتقان معرفش بكام، والحاجه غاليه قوي والله. اللهم صل على النبي. معايا هنا معلقتين عسل ابيض، معايا بهاراتي، معايا اللهم صل على النبي ملح فلفل كمون، ده اهم حاجه. هيل مطحون، حبهان مطحون يعني، وبهارات دواجن وملح يا جماعه، وشويه ومعايا قرفه، ومعايا بودر كركديه. معايا كوبايتين زبادي هنا. هحط الزبادي بتاعي هنا يا جماعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بشرب بقى ايه؟ جزر. ما كنتش اعرف ان الجزر غالي الا بعد ما بشرت، قالوا لي وانا ما كنتش اعرف. بشرين هنا بصل وجزر، اللهم صل على النبي. هاخد بقى نصهم وعلى نص في الفريزر، انا كنت بقى هعمل كتير بس خلاص الحاجه غاليه. هدعكهم في الزبادي قوي، يعني هعملهم في الزبادي واحط البهارات بتاعتي، بس هشيل القرفه. البهارات كلها هي بنات بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها كلها هنا وادعكها وادعك بيها الديك الرومي، وانتوا معايا خطوه بخطوه يا جماعه. ما شكشكنا الديك الرومي كله بالسكينه عشان ما عنديش سرنجه وكده. الخلطه هي جبناها، حطيت فيها الكبد والقوانص اهي. اللهم صل على النبي. هعمل بقى هدلج اللهم صل على النبي بالتتبيله بتاعتي الديك الرومي كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده يا حبايبي مش هسيب حته الا لما لما اتبلها بالبرتقال يا جماعه والبهارات كده زي ما انتم شايفين. والجزر الغلبه 30 جنيه. وهاجي هنا بقى هفتح الديك الرومي كده زي ما انتم شايفين هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط التتبيله جوه هنا، يا رب تكونوا شايفينه. بصوا يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم كده في الجلد. شايفين ايدي فين؟ بين الجلد واللحمه اهي بالتتبيله هنا كده. التتبيله دي بتبقى حلوه قوي يا جماعه اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. شايفين ايدي فين اهي؟ وزي طبعا جوه وفوق وتحت. الكبده والقنصه اهي، حطيت هنا الكبده والقنصه. وهحط بقيه الحاجه اللي معايا اللي هي ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. البصل اهو يا حبايبي، البصل والطماطم والجزر اهو. هجيب كله كده زي ما انتم شايفين واحط هنا جوه الديك الرومي مع الفلفل الحامي. وطبعا قلنا ده اختياري، اللي عايز يحط فلفل حامي يحط، واللي مش عايز براحته. اهو يا جماعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. والباقي جنبه عادي خالص، ما يجراش حاجه في الصينيه لغايه الصبح. وهندخل كله لا اما بكره. شايفين يا جماعه البرتقال مش هرميه، هحط برده كده. ممكن نحشي الديك الرومي ده محشي ورق عنب، محشي كرنب، اي حاجه انتوا عايزين تحشوها عادي بتحشى عادي. هحط كل حاجه اهو. ما انا كنت انا جايبه برتقال بتاع ده ليمون اهوت، ليمونتين 2 هحطهم عليه اهو، وجوه وبره، وعلى التتبيله بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ما فتحوش الليمونه التانيه باين عشان غالي معرفش. وكده بعد ما تبلت معاكم الديك الرومي اهو، هندخله، هنحطه في كيس وهدخله في التلاجة لحد بكره. احتمال اعمله في اللهم صل على النبي، احتمال كبير اعمله بكره في كيس حراري وادخله الفرن، ويمكن اسلقه. يعني انا لسه مش عارفه هعمل ايه. ان شاء الله هبقى معاكم خطوه بخطوه. احنا بالليل الساعه 2 بالليل دلوقتي. هحطه لغايه الصبح في التلاجة يا جماعه، ونشوفكم على خير بكره مع الديك الرومي وهو وهو مطبوخ باذن الله.